كتب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رسالة بخط يده وتضمنت وصية لأولاده وللشعب اليمني. نشر الصحفي اليمني عضو المؤتمر الشعبي العام سامي الغباري الرسالة التي قال إن صالح أوصى أولاده والشعب اليمني بعدم الاستسلام لأنصار الله الذين وصفهم بالخونة. وقال صالح في الرسالة: إن وجدتم هذه الورقة فأعلم أن الوطن غالي ولا يمكن لنا أن نتهاون فيه. وصيتي لأولادي وشعب اليمن أن لا تستسلموا لهذه الميليشيات الإجرامية ولا تسلموا لهم اليمن الجمهوري واجعلوا كم كابوس يسرق نومهم. وأضاف: في هذه اللحظات لا أرى نفسي إلا بين الكثير من الخونة الذين باعوا اليمن بثمن بخس. تحياتي إليكم أيها الشعب اليمني العظيم، نلتقي في الفردوس الأعلى. وعلق الغباري على الرسالة بقوله: الرسالة الأخيرة للرئيس السابق المغدور به الشهيد علي عبد الله صالح لكل أبناء الشعب اليمني، إنه يتحدث عن خيانات الذين وثق بهم من الهاشميين المستترين الذين تماهوا داخل المؤتمر الشعبي العام وفي كل مؤسسات الدولة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.